والله في التيك توك. ليش تسكر حسابي؟ كان في عندي مشكله بالحساب دائما. شوفوا راح احكي لكم. هو الحساب بالاول كيف مربوط؟ الحساب مربوط بايميل ومربوط برقم، تمام؟ وانا مأمن الحساب تأمينه بخطوتين، اللي هو تأكيد بخطوتين عن طريق رقم الهاتف. يعني رقم الهاتف هو كل شيء كان. فكان الحساب كانت تصير عندي مشكله بحسابي، اللي هي انه انا كل فتره بدخل على حسابي بيقولوا لي انت عمرك اقل من 13 سنه واعطينا تاريخ ميلادك. فعشان ادخل للحساب بيبعثوا لي رساله اس ام اس على رقم التليفون، باخذ الكود اللي بيبعثوا لي اياه وبحطه في الخانه تبع الكود، وبقدر ادخل على حسابي. لما بدخل على حسابي بيقولوا لي اختار تاريخ ميلادك، بقول لهم تاريخ ميلادي كذا كذا 1998، وبدخل على الحساب. بعد شهرين 3 شهور بيرجعوا بيطلعوا لي نفس المشكله، بيقولوا لي انت عمرك اقل من 13 سنه. بعمل تسجيل دخول، بيقولوا لي تاكد بخطوتين، بعثنا لك كود، باخذ الكود، بسجل الكود، بدخل على الحساب، اعطينا تاريخ ميلادك، بعطيهم تاريخ ميلادي. بعد 3 4 شهور نفس المشكله. فالرقم اللي كان عندي، رقم الهاتف، كنت ماخذه عن طريق عقد لمده 2 سنين. فانتهى العقد وانا نسيت انه انا ادخل على حسابي واغير رقم الهاتف، وتركت وقلت خلص المشكله انحلت، يعني مستحيل يرجعوا يطلبوا لي انه انت عمرك 13 سنه مره ثانيه وهيك. فكانوا احيانا حتى يطلبوا الهويه تبعي، فقلت خلص اخر مره حتى ارسلت لهم صوره الهويه تبعي، يعني خلص الموضوع انحل بشكل جذري يعني. وقلت ولكن رغم ذلك لازم انه انا اغير رقمي، وقلت راح اغير رقمي بعد شوي، اليوم بكره، اليوم بكره، وبعد شوي بعد نص ساعه اروح اكل اشرب مي واغير. راح الموضوع مشوار، وبعدها انتهى الرقم، انتهى العقد تبع السيم كارت اللي كان عندي هلا محمود، والرقم هذاك صار يعني ما عادش صار ملكي، صار ملك شخص ثاني. ففجأة بدخل على حسابي بيقولوا لي نفس المشكلة، عمرك أقل من 13، نفس المشكلة كانت تواجهني دائما. فعملت تسجيل دخول، قالوا لي بعثنا لك كود. الكود وين وصل يا جماعة الخير؟ على رقمي اللي هو العقد تبعه منتي، اللي هو صار لشخص ثاني الرقم. طيب كيف حاول ابعثوا لي على الايميل، ما في على الايميل الا بدهم على الرقم. طيب شو الحل؟ ما في حل. وقفوا لي الحساب كله، ادخل دور على الحساب مش موجود بشكل نهائي، حذفوه. الا بعدها وانا بحاول اتصلت بالرقم نفسه، ورد علي واحد الماني، مرحبا، مش سلام عليكم، انه الو يعني. فمرحبا، اهلين، لو سمحت طالب منك خدمه، مين انت؟ سكر في وجهي، قال لك هذا اكيد من ما في المانيا ارقام نصابين بيتصلوا فيك، طالب منك خدمه، بقول لك راح ابعث لك رابط ادخل عليه، راح ابعث لك مش عارف شو، بسرق منك فلوس. فطالب منك خدمه، قال لي شو هي الخدمه؟ قلت له انا عندي حساب وحسابي وقف، وحسابي هذا مربوط بهذا الرقم وفي كود راح يوصلك على هذا الرقم، يا ريت تعطيني هذا الكود. قال لي لا، سكر في وجهي. ارجع اتصل فيه، يا ابن الحلال الحساب انا مش قاعد بحكي لك على حساب على شيء صغير، قاعد بحكي لك على حساب متابعينه تجاوز 1,300,000، يعني حساب قوي، يعني مش حساب والله فيه 1000 متابع ولا 500 متابع كنت حذفته وفتحت حساب جديد، يعني حساب مهم يعني وقلت له شغلي، وانا شغلي وبشتغل في السوشيال ميديا، وهذا الحساب بالنسبه لي كثير مهم. وسكر في وجهي. اتصلت فيه قلت له بعطيك 1000 يورو بس تعطيني الكود اللي بيوصلك. قلت له الان بحول لك 1000 يورو، او بدك تعال نتقابل بشكل شخصي، بعطيك 1000 يورو بس تعطيني هذا الكود. تنح ابن الحرام وسكر بوجهي وعمل لي حظر. اتصل فيه من رقم ثاني بطل يرد، اتصل فيه من رقم ثالث بطل يرد، اتصل فيه من رقم رابع بطل يرد، يعمل لي حظر 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 حظر. وشو سوى ابن الحرام؟ راح للشركة تبع المكالمات، شركة الاتصالات تبعه، وقال لهم بدي اغير رقمي. طيب يا ابن الكلب بدك تغير رقمك، ما اعطيني الرقم، اعطيني الرقم. قلت له اعطيني الرقم، شو رايك نروح تعمل لي تنازل على الرقم، انت تاخذ رقم جديد وترجع لي انا هذا رقمي، وبدفع لك 1500 يورو، بدفع لك مرض. راح لشركة الاتصالات، بتصل بعدها بيومين 3 ايام، قالوا لي الرقم مش مستخدم. كيف الرقم مش مستخدم؟ اتصل الرقم مش مستخدم. طلع شو مسوي الوسخ؟ رايح ومغير الرقم.
رايح قال لهم هذا الرقم في ناس كثير بتتصل فيي عليه، وفي ناس بيزعجوني، وفي اعلانات، وفي ناس بدها تنصب علي، وانا بدي اغير رقمي. قالوا له طيب اعطوه رقم جديد، والرقم هذاك ضل غير مستخدم. اتصل بالشركه نفسها، قلت لهم انا هذا الرقم كان رقمي، وانا كنت بدي اجدد معكم العقد، ولكن صار معي مشكله وتاخرت وما قدرت انه انا اجدد العقد، وانتم اخذتوا الرقم ورحتوا اعطيتوه لشخص ثاني، يعني وانا اتصلت بهذا الشخص الثاني وعرضت عليه 1500 يورو بس مقابل انه يرجع لي رقمي. يعني قلت لهم انه انا بشتغل بالسوشيال ميديا وعندي حساب فوق المليون و300 الف، يعني حرام تضيعوا علي حسابي. لا، الالماني بس قال لك لا انسى خلص، لا ما تناقش معه، بس قال لك نعم تبع الخنزير خلاص، سكر في وجهي كمان، ما بدهم حتى ياخذوا يعطوا معي. والله اتصلت فيهم يا جماعه الخير، ما عادش بدي الرقم، ما عادش بدي الرقم. علي عمر وجه الطيبه شالوا طلع لهم قناع الكلب، تعرفوا قناع الكلب صح ولا لا؟ اتصلت فيهم، ابوكم امكم يا جماعه الخير صرت اسبهم بالعربي بالالماني بالتركي بالبنغلاديشي بالصيني تشينغ بانغ بونغ، ابوك يلعن ابوك، ما خليت لهمش يا جماعه الخير، والله العظيم سبيتهم بكل لغه انا بعرفها، بكل لغه تعلمتها. يعني في المانيا في جنسيات كثير، واحد مره سبني بالصيني حفظت السبه سبيتهم فيها، مره واحد صبني بالبنغلاديشي حفظت السبه وسبيتهم فيها، سبيته يا جماعه الخير بجميع اللغات، وسكرت في وجهي. ثاني يوم حسيت حالي عملت غلط كبير يا جماعه الخير، قلت ليش سبيتهم انا، والله العظيم كان ممكن اتفاهم معاهم. رجعت اتصلت، رد علي موظف ثاني، ورحت قلت له القصه واحد اثنين ثلاثه. ناين يا رجل، اقسم بالله العظيم الالمان عندهم كلمه ناين هيك بس يقول لك اياها بخنزره هيك خلاص، مستحيل انسى والله. وفي منهم حسودين، يعني حتى بشوفك انت عندك مليون و300 الف متابع بحب يذلك هيك بحب يذلك، كيف هو كلب موظف بيشتغل زي الفار قاعد على الكمبيوتر هيك، بيشتغل 40 ساعه باليوم وهذا، وانت عندك حساب فيه مليون و300 الف، الفلوس اللي بيشتغل عليها هو شهر كامل انت بتطلعها باعلان واحد بستوري. هيك حسودين والله العظيم يا رجل. انا بحكي لهم لما بقول لهم انه انا عندي مليون و300 الف، انا مفكرهم رح يتعاطفوا معاي، والله مفكرهم رح يتعاطفوا معي يا جماعه الخير. حقدوا علي، والله حقدوا علي. اللي بقول له عندي مليون و300 الف بحسه بصير بده يسبني يا جماعه الخير، والله بصير بده يسبني. صرت اقول لهم والله متابعيني عرب، يعني ما باخذ فلوس كثير على الاعلانات، يعني مش مليون و300 الف متابع يعني مليون و300 متابع، مليون و300 الف متابع الماني اذا بينزل لك ستوري واحد بس بياخذ منك 5000 يورو عليه. فقلت لهم متابعيني عرب، يعني حتى ما بربح فلوس كثير، يعني حتى اغلب الاعلانات اللي بعملها احيانا بيهدوني هدايا ببلاش، بصور لهم ستوري ما بيعطوني حتى فلوس. ناس بتهديني ملابس وبتهديني اشياء مثل هذه، بصور لهم بعمل لهم ستوري بعمل لهم تاج. ف تنحوا يا جماعه الخير، تنحوا وربي. وهان في المانيا شيء وسخ، بس الموظف قال لك لا انسى. مثلا انت رايح مقدم على جنسيه المانيه، انت مقدم على الجنسيه الالمانيه في الدوله الالمانيه هي لازم تقرر اذا هي بتعطيك الجنسيه او لا. تعرف انه اذا الموظف اللي وصلت اوراقه لعندك رفض انه هو هيك ما بده يعطيك الجنسيه الالمانيه، بتعرف انه هو قادر يوقف عليك الجنسيه كلها. بتعرف انه الموظف هذا اللي ما له قيمه قادر انه هو ياخذ الملف تبع تجديد اقامتك ويكبهم في الزباله وما يجدد لك اقامتك. ما في مراقب، مش لانه هو بيقدر ولا لانه هو بحق له انه هو يعمل هذا الشيء، لا هو ما بحق له، بس ما في مراقب، ما في مراقبين بيجوا بيراقبوه شو صار بفلان وشو صار بفلان. لا، بياخذ الاوراق بكبهم في الزباله وبيقول له ما وصلنيش الاوراق، ولا اصلا ما حدا رح يساله. وانت بتيجي كل ما بدك تسال على الاوراق تبعك وهذا بيبعتك لعنده، بتيجي بتدخل لعنده بتقول له شو صار باوراقي، بيقول لك لا لسه بدها اجراءات، لسه بدها اوراق، وبضيع لك مستقبلك كله والله العظيم. والله ما خليت شركه ما تواصلت معها يا جماعه الخير، اتصلت بشركه الاتصال تبعي الثانيه جديده، قلت لهم صاير معي مشكله واحد اثنين ثلاثه، قلت لهم انا مستعد ادفع فلوس، مستعد اعمل اي شيء بس نحل هذه المشكله. قلت لهم في رقم، هذا الرقم انا كنت املكه، والرقم مربوط بحساب فيه مليون و300 الف، والحساب طار والحساب مربوط بهذا الرقم، وما بقدر ارجع الحساب الا عن طريق هذا الرقم. قالوا لي طيب اعطينا الرقم. شوف انت التيس اللي رد علي، هذا والله هذا عصبني اكثر من هذاك نايم اللي كتب الرقم هيك، اللي لقيتها يا جماعه الخير. فرحت انا والله، كنت اجتني صدمه، كان قلبي راح يوقف من الفرحه. قال لي لقيتها خلص محلول الموضوع ان شاء الله. قلت له كيف؟ قال لي لقيت لك رقم بيشبهه بس في رقمين مختلفين والباقي زي بعض. روح الله يلعن
قلت له لا حبيبي، ما بينفعش يعني، هذا كلام الاطفال تبعك ما بيمشيش على يعني مش حقدر امشيه على الشركه، يعني ما بدي نفس الرقم عشان الكود يوصلني عليه. دور 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 دور، ما بصير رقم بيشبهه. قلت له لا. قال معناته ما بقدر اساعدك. راح الموضوع. تخيلوا انه 4 شهور يا جماعه الخير او 3 شهور حساب فيه 1,300,000 مسكر. والله يا جماعه الخير اقسم بالله ضاع علي اعلانات في هذه ال3 شهور، ضاع علي اعلانات بمبلغ كويس وحياة الله. في هذه ال3 شهور او ال4 شهور ضاع علي اعلانات بمبلغ وقدره، بس بسبب ابن الكلب الاول هذاك، انه بس ما يعطيني الكود. يعني لو اعطاني الكود كان ربح 1000 يورو. قلت له بتاخذ 1000 يورو، انا فورا بغير الرقم، بحط رقمي وما عادش بتصل فيك ولا عاد بتسمع صوتي. يعني بتيجي بتشوفني بعطيك ال1000 يورو وباخذ الكود وبرجع بوريك. قلت له قدامك هاي، يعني عشان ما تفكرني نصاب، بوريك قدامك انه انا هذا حسابي ومربوط بهذا الرقم والله ما رضي، بخافوا الالمان كثير. فهذا اللي صار يا جماعه الخير. كيف الحل؟ كيف الحل؟ كيف الحل؟ قلت خلاص راح الحساب. والله حكى معي بدر، قال لي علي شو صار بحسابك؟ قلت له والله العظيم القصه 1 2 3 يا بدر. شو الحل؟ قال لي والله تصدق انا كمان حسابي راح. فقلت له كيف؟ قال لي والله ما بعرف، اتوقع بلاغات الحساب طار. قال لي لحظه انا مش ما بشوف هلا كيف ارجع الحساب. والله راح رجع حسابه في يوم، ثاني يوم رجع الحساب. والله وضل يتواصل معي، شو صار بحسابك؟ شو عملت؟ هل ممكن يرجع الحساب؟ هل ممكن ما يرجع؟ كذا. رحت قلت له والله ما في امل، تصدق حاولت كثير، كنت مستعد ادفع حتى 5000 يورو ان هم يرجعوا لي هذاك الرقم وما قدرت. لعندك وانا عندي حل، ما بحب هذا الحل استخدمه بس خليه حل اخير. قلت له طيب هلا بعباس. حاولت وقلت له والله انا فشلت بصراحه، ما مستحيل اقدر يعني خلاص. قال لي عندي حل لك، انه نحن نرجع الحساب عن طريق شركه جارينا. فقلت له هل شركه جارينا ممكن ترجع الحساب؟ قال لي ممكن. قلت له طيب نتكلم مع الشركه. تكلمنا والله مع شركه جارينا وقلت لهم الموضوع 1 2 3. قالوا لي تم، عندنا الموضوع، اعتبر حسابك رجع. والله راحوا، مر اسبوع ما صار شيء، مر اسبوعين ما صار شيء. رحت قلت لهم شو صار بالحساب؟ قلت لي انه تم وخلاص وراح يرجع الحساب. وروني انه هم باعتين لهم ايميل وانه هم مش ناسيني، ولكن لسه شركه الانستغرام قالت لهم نحن راح نتحقق من الموضوع ونرد عليكم، وما ردوا. بما ان هي شركه جارينا عندها تواصل مباشر مع شركه الانستغرام، ولكن انت كمستخدم او كمؤثر في الانستغرام ما بتقدر تتواصل معهم. انا ما بدي اذكر اسماء منصات ثانيه، ولكن المهم. فيا جماعه الخير، بما انه عندهم تواصل دايركت معاهم، حكوا معاهم قالوا لهم رح نشوف الموضوع ورد عليكم. ما عاد ردوا. قلت لهم شو صار؟ قالوا لي رح نرجع نرسلهم. والله بعثوا لهم ايميل يا جماعه الخير، قالوا لهم انه هذا مؤثر كبير عندنا في اللعبه، وقناته وعنده قناه ومشهور وكذا، وشخص مهم جدا في السيرفر، ولازم انه نحن نرجع حسابه، وحسابه يعني مهم كمان للعبه ومهم للكذا وكذا وكذا وكذا. والله ثاني يوم قالوا لي حسابك في خلال 48 ساعه بيكون مفتوح ان شاء الله. لما بعثوا لي هذه الرساله قالوا لي في خلال 48 ساعه بيكون الحساب مفتوح، بعدها ب10 دقائق يا جماعه الخير وصلني ايميل اعتذار منهم. قالوا لي نعتذر على نحن تاكدنا دخول حسابك